ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من مكانه هو ظلم. أتظن قولك قد أجيز بلاغة؟ أتظن وعدك مفعما تأصيلا؟ لا يمكن أن نشارك فيه. أتظن وعدك يا غشيم مقدسا يستوجب التنفيذ والتفعيل؟ احنا واقفين معاه في الحشد وتحشيد المدرعات في سيناء. وانا مش بهاجم الجيش دول ده احنا، الجيش ده اخويا وجوز اختي وجاري، الجيش هو الشعب. واقفين ضده هو نفس الجيش لما يتدخل في الحياه السياسيه والاقتصاديه. لكن انا بكلمك اننا لن اكون بالامس من نهاجم حسني مبارك، والنهارده نايلين علشان ما حدش يزعل مننا. كون عقليتك ما بتفهمش الكلام ده فانت محتاج تعيد تعليم مره تانية. بل اقولها واضحه، ان الذين قدموا الشهداء بالامس والله اعدوا شهداء للغد اكثر مما قدموه بالامس 100 مره. أو ما علمت بأن وعدك كاذب كجبين وجهك يعشق التبجيل؟ واحنا بنقول دايما ان احنا بنصطف مع السيسي. لو ايده متعاصى بدم الناس خافوا على بلدكم. قد جاء وعدك في خضم جريمة في حق شعبي قتلوا تقتيلا. ان احنا بنصطف مع السيسي. لو ايده واخدة أموال الناس خافوا على بلدكم. ان احنا بنصطف مع السيسي. تبا لوعدك إذا وعدت مظالما أعورت عينك لم تجد تكحيلا.